ترند إكسترا ترحب بكم أينما كنتم. في مبادرة إنسانية لاقت تفاؤلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، فاجأ المؤثر علاء الدين صديقه العريس بهدية استثنائية يوم زفافه بعدما تعاون رفقة أصدقائه على جمع مبلغ مالي لمساعدته في افتتاح محل أحلامه. وأظهرت لقطات تأثر العريس الكبير بالمفاجأة وسط إشادة واسعة بروح الوفاء والدعم بين الأصدقاء. يوم عرسك بس بدك نحكي بعد الشوكة. كمل شوكة. الله اكبر. عرس ان شاء الله عرسك باذن الله. وزوج وش يجيب؟ البركه. ايه وثاني كلش الرزق كلش. الرزق. نعم. ها وجهك الرزق. الله اكبر الله اكبر. لا خاوتنا ما تمسخروش بينا. خاوتنا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كريمه. خاوتنا من نيتكم صحة. احنا جايين نلعبوا هنا. انت عندك طابلة عليها. نعم هكذا وانت حايب من الحلم تاعك حتدير محل عليها ان شاء الله. خلاص انا جبنا لك الحلم، حنحقق لك الحلم تاعك باذن الله بتوفيق الله عز وجل. احنا سبب فقط. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم هذا من فضلك وهذا من كرمك. اللهم يا ربي لك الحمد كله، دقه وجله، علانيته وسره، اوله واخره. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله فإليك يرجع الأمر كله، بيدك الخير كله علانيته وسره، فأهل أن تحمد إنك على كل شيء قدير. وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ومن أراد به الله خيرا وفقه لما يحب ويرضاه. وكما قال الله جل وعلا وأنا عند حسن ظن عبده بي فليظن عبدي بي ما شاء. الحمد لله. الحمد لله وجزاكم الله عنا الخير. شوف خاوتنا هذه مبادرة درناها مع خاوتنا رجال خافة، ربي يجازيهم كل خير. آمين. هذه مبادرة اسمها مبادرة عابر. نحكموا شاب حاب يدير مشروع، حاب يخدم على روحه، نحاولوا نعاونوه ما استطعنا. هذه هي مبادرة عابر ومش حتكون اليوم اول خطره بدات في قسنطينه، الخطره الجايه ما على بالش وين حتكون. المهم ان شاء الله 69 ولايه حنزوروها باذن الله. واش راح نقول لكم اخوتي يعجز اللسان عن التعبير. قلنا هذا ديال الله عز وجل. الله يا ربي لك الحمد. واللي كان سبب في هذا الرزق ادعي له. الحمد لله. الحمد لله. ربي يبارك فيه وربي يوفقه وربي يحفظه لما يحبه ويرضاه. امين. ربي يحفظكم خاوتنا. كنت حاط باللي امل الكبير في ربي سبحانه جل وعلا باللي راح يعطيني هذه الحاجه اللي في قلبي، وهي اللي في قلبي حانوت. وكنت متمني حاجه خلاف على بالي باللي ربي راح نوصل لها العمره باذن الله راح نوصل لها. شوف هذه الحاجه عطاها لي ووحدها. صبح انا عباك على جاتني البكيه في الوقت تاع قيام الليل في سمانه تاع رمضان، كنت ندعي في الله عز وجل هذا الامر.